يا صباح الفل والهنا والسعادة والجمال على عيون أجمل متابعين في الدنيا، متابعين أم بيسان الأمارات. عاملين إيه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير وهنا وسعادة وصحة وكل حاجة حلوة في الدنيا. حبيب قلب أم بيسان جايلكم فيديو جديد ويوم جديد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبدأ الفيديو، اللي لسه مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل كل فيديو جديد أنا بعمله، وتحطوا لايك للفيديو وتكتبوا لي كومنتات كتير أوي حلوة. النهارده يا اخواتي هنعمل مع بعض البلكونه. طبعا البلكونه انتوا كنتوا شايفينها كانت بايظه خالص والتراب في كل حته. جماعه، في اعصار ضرب عندي في البلكونه بجد. يعني البلكونه كانت متبهدله جدا وفيها كميه تراب كتير جدا، والمشابك كانت واقعه في الارض وكان برضو فيها تراب كتير جدا، وكل حاجه يعني كانت متبهدله خالص. جيت هنا بقى، اول حاجه عملتها أنا طبعا وريتكم منظر البلكونه في الاول، هتشوفوها بالاخر هتبقى حاجه تانية خالص. اول حاجه عملتها نفضت البلكونه من بره. يعني انا ابتديت من بره الاول. من جوه، ابتديت من جوه الاول. انا متلخبطاش. فنفضت البلكونه من جوه كويس جدا. مسكت كده فوطه كده قديمه عندي، ونفضت البلكونه كويس. اللي هي الابواب بتاع البلكونه دي كويس جدا، كان برضو فيها كميه تراب كتير جدا. طبعا نفضتها، ولما اجي اروق الصالون، يعني لسه لغايه دلوقتي ما روقتش الصالون، انا قلت هبتدي بالبلكونه الاول عشان لو في غسيل ولا حاجه ننشره وتبقى نضيف يعني. فاول حاجه زي ما قلت لكم ابتديت بيها، ابتديت بالبلكونه من جوه بابواب البلكونه، نفضتها كويس جدا ونفضت التراب من عليها كويس جدا. ودخلت بقى دلوقتي للبلكونه من جوه من بره بقى. يعني خلصت من جوه، دخلت من بره. المهم يا جماعه ان انا نفضتها كويس جدا من التراب، من كميه التراب اللي كانت موجوده انا عايزه اقول لكم ان لغايه السقف كان مليان تراب وعنكبوت بقى، ويعني زي ما قلت لكم ان في اعصار ضرب عندي في البلكونه. انا بقى كنت بعدل الطرحه لان حسيت ان الطرحه مش معدوله يا جماعه. المهم يا جماعه، وانتوا بتتفرجوا كده، اللي لسه مش مشترك في القناه زي ما قلت لكم ينزل يشترك في القناه عشان القناه تزيد متابعين امارات محترمين. يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس عايزه القناه تكبر بيكم باذن الله، ونبقى عيله كبيره جدا 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 بيكم ان شاء الله. جماعه، وتحطوا لي لايك، اهم حاجه يا جماعه، انتوا مقصرين جدا 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 في اللايكات، كتير جدا يعني جدا كتير بقى. فحطوا لي لايك، وكمان تكتبوا لي كومنتات كتير قوي، عايزه اشوف كومنتاتكم القمر زيكم بالظبط. آه خلصنا بقى يا جماعه البلكونه، ابواب البلكونه يعني. فجيت برضو على سور البلكونه، كان مليان برضو تراب، كان مليان كميه تراب كتير جدا. لان برضو يعني الستاره هي ما كانتش معموله كده، يعني ما كانتش مطلعه لبره، لا هي كانت لجوه، وكانت متشاله خالص من على البلكونه. يعني هي كانت اصلا متشاله من على البلكونه، عشان كده التراب ده دخل بالكميه دي. فانا فضت سور البلكونه خالص من التراب. ودلوقتي بقى جيت للمشابك، برضو كانت مرمية في الأرض، بصوا التراب كان عامل ازاي. فجبت طبق فيه مية وفيه مش فاكرة حطيت في المية ايه يعني، يرغي كده. بس حطيت بقى فيها المشابك وسبتها شوية علشان ايه تنزل كل كمية التراب اللي كانت فيها، ويعني ايه قعدت اعمل فيها شوية كده علشان التراب ينزل برضو. وهسيبها منقوعة شوية في المية دي. انا قلت برضو ان هي يستحيل اعمل حاجة والمشابك كده يعني انشر بيها وهي كده. فجيت هنا بقى جبت طبق تاني فيه مية بس، مية نضيفة بس. وطلعت من المية اللي هي فيها الأومو ده، حطيت في المية النضيفة، وبعدين بقيت أشبكها كده على الحبال علشان برضو تنشف. ولو جيت أنشر بعد كده ما يعني المشابك يعني ما تبقعش في الغسيل. فاهمين يا جماعة صح؟ المهم يا جماعة ان زي ما قلت لكم، جيت هنا بقى بقيت ايه اشيلها من ميه اومو واحطها في الميه العاديه، وبعدين اشبكها في الحبال. يعني انا مليت الحبال كلها بالمشابك. وهو يا جماعه انا عايزه اقول لكم برضو ان حاجتين لو نضاف يبقى الدنيا كلها نظيفه: البلكونه وقدام باب الشقه. هما دول اكتر حاجتين بيجي فيهم تراب. هي طبعا الشقه كلها بتبقى يعني الشقة كلها بيبقى فيها تراب وكده، بس البلكونة قدام باب الشقة هما اكتر حاجة بيبقى فيهم تراب. فبصوا يا جماعة، انا عملت بقى المشابك كده زي ما انتم شايفين. وجيت هنا بقى طبعا انا كنت غيرت المية دي، وجبت برضو مية بأومو عشان امسح
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه. علشان امسح السور بتاع البلكونه، زي ما قلت لكم ان كان فيه تراب، انا نفضت التراب من عليه وجبت بقى ميه علشان امسحه. وبرضو الحبال كلها كانت كلها تراب، مسحتها برضو كلها، ومسحت اللي هو الحديدة اللي بتبقى في الحبال دي، مسحتها برضو من التراب خالص. بس يا جماعة، وجيت هنا بقى كان اكنس الارض. طبعا انا قلت اكنس علشان ايه، التراب ده لو مسحته الدنيا هتبقى طين قوي، فمرضتش امسح على طول، فقلت اكنس الاول. شايفين يا جماعه، كميه التراب كانت كتير جدا، والميه اللي كانت على الارض دي الميه اللي غسلت بيها بقى المشابك وكده، واي ميه كنت بجيبها كانت بتقع على الارض. فجيت هنا بقى كنست كل الارض كلها، وبعدين بقى قلت ايه امسح بقى. حتى الميه يا جماعه، بصوا الميه مكانتش نضيفه خالص، علشان كان في بواقي تراب في الارض. يعني بصوا دي البواقي بقى والمقشه وكده، فما كانتش نضيفه خالص. فانا عملت الميه كده علشان برضو لو في اي حاجه يعني اللهم صل على سيدنا محمد، مبقعة في الارض او كده تطلع. يعني المقشه هي اللي بتطلع اي حاجه. وكان في طبعا البصل كان مسقط على الارض وكده، وانا شلت اصلا البصل من البلكونه وحطيته كله في التربو في المطبخ. يعني هو البصل اللي متعلق ده كان منقط على الارض وكده، فانا عشان كده شلته. وجبت بقى اللي هي الزعافه دي، وزعفت كل الحيطه، لان زي ما قلت لكم الحيطه كلها كانت فيها عنكبوت، وبرده كان فيها تراب وكده. فانا قلت ايه، عشان ما نعملش حاجه بعد كده يعني وتنزل على الارض او تنزل على الغسيل بقى اللي انا هنشره، لان زي ما قلت لكم انا كان عندي غسيل عايز يتنشر، عشان كده ابتديت بالبلكونه قبل الصالون. وعايزه اقول لكم برضو يا جماعه ان البلكونه ما خدتش معايا وقت خالص. يعني هي اي نعم، يعني فيها حاجات كتير اتعملت وكده، بس لا والله ما خدت معايا وقت خالص. اسرع حاجه اتعملت في الشقه كلها. بس انا قلت برضو اني اخلصها الاول قبل الصالون، علشان ايه يبقى الموضوع سهل شويه عليا، لاني مش هطلع بقى بره تاني، او لو عندي غسيل ما يتطربش او كده. عشان كده ابتديت بالبلكونه. وهي برضو يا جماعه روح الشقه، يعني البلكونه روح الشقه. محمد مثلا بيجيب لي حاجه باخدها منه في السبت كده، فانا هدخل البلكونه هدخل البلكونه. وما كانش ينفع خالص ادخل البلكونه وهي متطربه كده وبسله، ودخلت البلكونه مثلا هتملى تراب. فعشان كده ايه قلت انجزها هي الاول. بعد ما خلصت يا جماعة مسحت الأرض كلها، والسجاد برضو مسحته، كان فيه تراب برضو. بصوا يا جماعة الأرض كانت بقت بتلمع ازاي بجد. فرق فرق السما من العمى زي ما بيقولوا. لا البلكونة فرقت جدا. البلكونة دي بقى يا جماعة عايزة لها كرسيين كده، ونقعد نقعد أنا ومحمد وبيسام فيها، حاجة تانية. وحتى السبت ده أنا مسحته خالص من بره ومن جوه برضو. بصوا يا جماعة منظر البلكونة، والسور ممسوح، لغاية الحبال مسحاها، وكل حاجة ملمعاها في البلكونة يعني. لا فرق كبير جدا. وعلقت برضو اللي هي الجاروف ده، وعلقت بتاع المشابك. وقولوا لي برضو يا جماعة ايه رأيكم في البلكونة، وفي الترويق، وفي الروتين اللي انا عملته في البلكونة. ومستنية بقى رأيكم، ومستنية اللايك اللي انتوا هتحطولي بإذن الله، واشتراكاتكم في القناة. بس يا اخواتي، اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.